تميز المصريين في مجال الرياضة ما هواش شيء جديد، ولكن بتشهد بيه جدران المعابد ان اجدادنا الفراعنة مارسوا كم هائل وكبير جدا من الالعاب الرياضية، واحنا النهارده بنكمل مسيرتهم وبنحتفل بيوم 3 الشهر ده هو عيد للرياضة المصرية. بيشرفنا النهارده بالحضور الاستاذة الدكتورة نرمين فاروق، اول محكمة لكرة القدم والبنتابول في مصر وفي العالم العربي، ومعانا ايضا الاستاذ الدكتور عماد البناني وكيل الوزارة بالمجلس القومي للرياضة. اهلا بحضراتكم وكل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. طيب طبعا النهارده يوم متميز جدا، يعني يوم الرياضه المصريه معناه يوم النشاط والحيويه والصحه، مش كده؟ في الاول عايزين نعرف ليه تم اختيار 3 مارس بالتحديد عشان يكون يوم الرياضه المصريه، والشعار بقى يعني ليه اخترتوا الرمز ده، ونعرف تفاصيل اكتر عن الشعار. والله هو يوم الرياضه المصريه 3 مارس قرره سياده الرئيس حسني مبارك، وكان اليوم ده بيواكب تكريم اكبر عدد من الرياضيين الحاصلين على ميداليات على المستوى الاولمبي والدولي. ويوم 3 مارس وافق السيد الرئيس السنه اللي فاتت على انه يبقى عيد للرياضه المصريه، والسنه اللي فاتت كان الاول العيد الاول وتم تكريم فيه عديد من الرياضيين، والسنه دي الشعار بيمتد، ولكن السنه دي ليه صبغه اخرى وهو لعبت رياضه النهارده. احنا بنسال كل الناس، هل الرياضه هي رفاهيه؟ هل الرياضه هي تكميليه؟ هل هي روشته علاج؟ ولا هي اسلوب حياه؟ ولا فلسفه حياه؟ فاحنا عاوزين نرسخ هذا المفهوم، ويمكن شعارنا السنه دي لما بنقول لعبت رياضه النهارده ده سؤال حتمي. نقول للانسان هل انت اكلت النهارده؟ هل اشتغلت النهارده؟ هل نمت النهارده؟ ولازم يبقى معاهم لعبت رياضه النهارده. احنا كمان حاطين الشعار على الترابيزه واضح معانا بشكل كبير، اوصفه لنا يا دكتور. السنه اللي فاتت لو شفنا في الدرع والميداليه هو الشعار الرسمي كان واحد بس بيلعب رياضه ووراه علم مصر او بيزودوا علم مصر. السنه دي راينا في المجلس القومي للرياضه ان مش واحد بس، احنا بنتكلم على المراه والشاب والفتاه والطفل، وبنتكلم على ان الرياضه هي لازم نوسع قاعده ممارسه الرياضه، ولازم نرسخ في مفهوم المواطنين ان احنا مساله الرياضه هي مش رفاهيه ولا تكميليه، ولا هي بس انه يبقى عضو في نادي او عضو في هيئه رياضيه، ولكن ممكن الانسان يمارس الرياضه من ذاته، وممكن جدا تيسير سبل الرياضه على مستوى جميع المحافظات من خلال مشروعات المجلس القومي للرياضه والهيئات الرياضيه التابعه ليه، واي مكان فيه منشات رياضيه وفي مؤسسات كثيره في الدوله بتساعد معنا في هذا المفهوم. جميل جدا الحقيقه، يعني النهارده يوم مختلف في زين عشان كمان الاحتفاليه ليها مذاق خاص. دكتوره نرمين، حضرتك اول محكمه لكره القدم النسائيه وايضا محكمه اولى لكره القدم الخماسيه وكره القدم النسائيه، يعني دي اول مره في التاريخ العربي مش بس المصري تبقى فيه محكمه للعبتين في نفس الوقت. ازاي حصل ده؟ هو حضرتك انا محكمه لكره القدم من سنه 99 وحتى 2010، والماجستير بتاعي كان عن لاعبات كره القدم المصريات، وكانت رسالتي في الماجستير اول رساله مصريه عربيه تتكلم عن خصائص البيولوجيه للاعبات المصريات لكره القدم، ونلت من خلالها شهره مش بس على المستوى المحلي لا على المستوى الدولي كمان. اما البنتابول فانا يعني ادين ليه بصراحه بكل الفضل، لانه هو السبب في حصولي على وسام رياضه. لان العام الماضي زي ما دكتور عماد قال كان عيد الرياضه المصري الاول، فتم ترشيحي من الاتحاد المصري للبنتابول برئاسه اللواء توفيق صبح، وبصراحه هو كلمني وقال لي يعني انت تستحقي هذا الترشيح لان مش هي افضل منك ترشحه، فتقدمت باوراقي بالترشيح، والحمد لله المجلس القومي للرياضه رشحني وخدت وسام رياضه، وجبت درع رياضه كمان للاتحاد المصري للبنتابول، وكان المجلس القومي للرياضه برئاسه المهندس حسن صقر بعت جواب شكر للاتحاد المصري للبنتابول وبعت فيه اسمي للحصول على الوسام، وكلف الاتحاد ان هو يعني يسلمني الوسام. بصراحه عملوا لي حفله كانت جميله جدا وكان فيها كل اعضاء الاتحاد، وقد ايه الواحد حاسس ان هو فخور وبيشكر الرئيس محمد حسني مبارك ان هو بيهتم بالكوادر المتميزه من الرياضيين وانا واحده منهم،
فشكر خاص ليه من خلال برنامجكم الجميل دوت. دكتور عماد، واحنا بنحتفل نقول السنه الثانيه لعيد الرياضه، لازم الواحد مع كل سنه وخاصه في الاعياد بيعمل زي كشف حساب لنفسه، بيقول ايه الانجازات اللي انا عملتها، ايه بقى الانجازات اللي تمت في مجال الرياضه واحنا بنحتفل بالعيد الثاني. والله هو سؤال جميل جدا وفي محله، واحنا بنضع نفسنا دايما في موقف ان احنا لازم نتطلع للافضل ونطلع للاعلى. السنه دي في عديد من الفعاليات في عيد الرياضه المصريه. يمكن السنه اللي فاتت كان عيد الرياضه من مظاهره دوله رئيس الوزراء والساده الوزراء كانوا موجودين بيمارسوا الرياضه في مجموعات كبيره مع مجموعه من الرياضيين والمتميزين في نادي في القريه الذكيه. خلال العام تم عديد من المنشآت الرياضيه، المهندس حسن صالح اعلن عنها في افتتاحها خلال شهر مارس في عيد الرياضه السنه دي. في عديد من المشروعات والبرامج لكل فئات الشعب. بنتكلم على الفتاوى المرأة ومنتدى الفتاوى المرأة في كل محافظات الجمهورية. بنتكلم على مشروعات خاصة برياضات المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في مجال الممارسة العامة للرياضة. بنتكلم على كبار السن أو الرواد من السيدات والرجال فوق 35 سنة إن هم بيعملوا برامج خاصة في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية للشابات والشباب المصريين، وأخيرا تنمية المهارات الرياضية للألعاب البيئية الرياضية والشعبية. وده مسمى يمكن في مهرجانات عديدة جدا. يمكن حضرتك ذكرتي في المقدمة احنا تميز بني حسن، شفنا الفراعنة وشفنا رسوماتهم وكده. احنا في بلاد لا زالت بتمارس بعض الرياضات اللي موجودة في مقابر بني حسن ومارسها أجدادنا الفراعنة. احنا بننمي هذه الاتجاهات، ويمكن عندنا وفد رسمي مسافر لسلطنة عمان لمهرجان الألعاب البيئية والشعبية والتقليدية. المجلس القومي للرياضة هيوفد وفد لرياضة التحصيل ومعاهم بعض العناصر الخاصة بالألعاب التقليدية من محافظة الفيوم. عديد من الإنجازات ولله الحمد، ولكن احنا مهما قلنا نتطلع للأكثر والأفضل، ولكن اهتمامنا بالصعيد، اهتمامنا بالبنية الأساسية الرياضية، اهتمامنا بإضاءة الملاعب المفتوحة في الصعيد عشان الجو الحار والصلاة في الصعيد. احنا نوصل حوار مع حضراتكم بعد ما نشوف تقرير خارجي عن الناس شايفه ازاي الاحتفال بيوم الرياضه المصريه. نشوف التقرير ونرجع معاكم مره ثانيه على الهواء وحوارنا في الليل. يمثل تاريخ مصر الرياضي جانبا هاما في شخصية الشعب المصري، وانطلاقا من اهتمام الدولة بأهمية الرياضة وتشجيع الجميع على أهمية ممارستها، فقد تم اختيار يوم 3 من مارس من كل عام ليكون عيدا للرياضة المصرية. حلو ان يبقى في مصر عيد قومي للرياضة، لان الرياضة بقت مهمة جدا على مستوى كبير قوي من قطاع الأندية. عدد كبير من الأولياء الأمور ابتدوا يهتموا بالرياضة. الأعداد اللعيبة والرياضيين في النوادي ابتدت تزيد بشكل قوي جدا. وعيد الرياضة فكرة ليس الغرض منها تكريم الرياضيين فقط، وإنما هي دعوة لممارسة الرياضة في كل الأعمار السنية. يوم الرياضة ده مفيد جدا بالنسبة للأطفال والكبار.